الشعب استرجع حلمه اللي حب قيس سعيد ينحيه له ويضربه باش يقعد هو في الكرسي. حب ضرب حلم الشعب. الحلم ما ماتش. العشر سنين حريه ما مشاتش حرام، عطات بصماتها اللي يشوف فيه تو كل يوم نتيجه العشر سنوات. شوف البلاد الوحيده في العالم العربي اللي عاش حريه مطلقه، اللي يعرف واللي ما يعرفش تكلموا. عبرت الناس كل على راه، الناس كل ولات محامين، الناس كل ولات طب، الناس كل ولات مهندسين. هذاك خلى تاثيره. مش قيس سعيد فاشيين بالرسمي. قيس سعيد ما ينجمش يكون فاشي لانه ما عندوش امكانيات فاشيه. قيس سعيد ما ينجمش يكون ديكتاتوري لانه يفقد اليات الديكتاتوريه. قيس سعيد يستعملوا فيه وهو يحب يولي ديكتاتوري، والشعب يضحك على هذا. المافيات في الداخل والقوره من فاشيه بتاع ايطاليا وانت ماشي، ومصالح القوره معروفه هنا. هو قاعد يحافظ لهم على مصالحهم، هو يبوس فيهم. ورد تونس، رد جبنيانه والعامره ردها معقل الافارقه باش يرضي يميلوني باش ياخذ 4 دور بتاع الدل. شعلنا فيه. احنا استرجعنا حلمنا اللي تشوف فيهم اليوم. ما فقدوش الحلم ومش ينحيوا قيس سعيد ومش ينتخبوا الزمال. مش قيس سعيد يتحاسب لانه ضرب القانون، ضرب الدستور، ضرب الدوله، فككها وفككها. ثم في الاخر يجي للمحكمه عن طريق ناس اخرين يسميهم انتم نواب. هم مش نواب لانهم انتخبوهم 5 ولا 7%، ما يمثلوش الشعب. تماش مجلس نواب في العالم عنده 8 و10%. كان جاوت ناس بالمجد تحترم روحهم استقالوا، ما يقبلوش الاهانه هذه. هذوما مش يحبوا يضربوا المحكمه الاداريه، معناها مكسب من مكاسب البلاد باش يرضيوا قيس سعيد، لانه هو استدعى اللي يسميوه رئيس وقال له وامره باش يعمل الشيء هذايا، باش المحكمه الاداريه ما تلقاش الحق انها تطعن في وجوده كمنتخب. خلاص احنا محكمه هي محكمه الشعب حاكم على قيس سعيد، انتهى امره. هو انتهى سياسيا، ما عادش عنده حتى موجب من نهار 25 داير. ما عنده 25 ماهوش رئيس لانه فقد شرعيته يوم انقلب على الشرعيه نتاعو. دونك انا فرحان ياسر اني في عقاب عمري شفت ان الامل اللي عشت فيه، عشت 60 سنه من اجله، نشوف فيه تو اليوم في الشباب كما هديه. فرحان وما نجمش لا قيس سعيد ولا اي واحد اخر في عضو انه ينجم يقهر الناس هذوما. ثم 1,800,000 تولدوا وقت جات الثوره عمرهم 8 و9 و10 شهور او 10 سنين. اليوم عندهم 20 و23 و24 سنه. ما خلصش عليهم بن علي باش يقمعهم. اليوم هذوك ما يقبلوش الاستبداد لانهم عاشوا اجواء حريه فعليه. ما نجمهمش قيس سعيد.